السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم شرح طلبوا من عندي بعض الأصدقاء هو حول هذه الصورة شلون. يعني هواية صار أسئلة يقولوا لي شلون سويتها هيجي. هذه هي الصورة اللي قدامكم. طبعا كل ما أحتاجه هو برنامج بيكس آرت وبرنامج قص الصور، إضافة إلى بعض التأثيرات من خلال بعض الصور. قبل لا نبدأ بالشرح وشلون نسوي هيجي الصورة، أتمنى أن تدعموني بلايك واشتراك بالقناة. مثل ما قلت لكم كل ما نحتاجه هو برنامج بيكس آرت، هذا البرنامج، وكذلك برنامج القص هذا. فهسه نبدأ بالشرح مباشرة. نجهز الصور اللي راح نستخدمها بالشرح. ندخل على برنامج القص حتى ما أطول عليكم، نبدأ بسرعة. أختار الصورة وأرجع لكم. كل ما نحتاجه هو هذه الصورة اللي قدامكم، نقصها ونرجع. طبعا القص كلش سهل، ما يحتاج لشي، فقط تقرب الصورة هيج، يعني تبدي تقص. عندك ألوان متشابهة، اضغط على هذه النجمة فقط، تضغط هنا نرجع قص وهكذا. طبعا أنا الصورة قاصة ومجهزة وكاملة، بس على مود يعني تعرفون شلون سويتها مثل ما جاي تشوفون. طبعا أنا على مود ما يطول الشرح فجاي أستعجل بالقص. انتم تقدرون تقصونها بتركيز ودقة عالية هكذا. أنا قاص الصورة ومجهزها، فنطلع من البرنامج بعد ما نحتاجه. هسه نروح على برنامج بيكس آرت. ونختار الصورة اللي راح نشتغل عليها. وقف الشارع على ما اختار الصورة. هذه الصورة اللي راح نستخدمها. طبعا صورة نزلتها من الجوجل، صورة عادية ما بها أي مشكلة. أهم خطوة اللي نقوم بها بالبداية هي نضغط على أدوات هذه اللي قدامكم، بعدها على تغيير الحجم، بعدها نسوي تغيير العرض، نسويه 2627. شنو فائدة هاي 2627؟ هاي راح تخلي دقة الصورة العفو اللي راح نضيفها ما تتغير، تبقى ثابتة من خلال هذا التغيير. فهسه نضيف صورة الجنود ذولا الاثنين اللي قصيناهم أول شي. وإضافة كذلك بعض الملحقات اللي نزلتها أنا أيضا من الجوجل. طبعا الصورة تعتمد على الفكرة اللي أنت مخليها ببالك، وأني نزلت الملحقات اللي ردتهن من الجوجل. راح أنزل الملحقات، شوفوا وياي تابعوا. فقط نضغط على إضافة الصورة. طبعا ذن الملحقات اللي راح نحتاجهن بالشرح. طبعا أنا نزلت من الجوجل مخصوصات وجازات وما بيهن أي مشكلة. بقى بس مكان اللي أنت حابب تخليها بيه، فقط نخليها هنا. إضافة هذه الصورة كذلك، ضغط قاس. مثل ما تشوفون بعد هذول الجنود اثنين نكبر الصورة، قلل الحجم. يعني انت تقدر تخليها بعد بدقة اكثر مثل ما جاي تشوفون. يعني صورة جدا جميلة، بس مثل ما قلت لكم تعتمد على الفكرة اللي انت مخليها ببالك. تضغط موافق. مثل ما شفتوا بقت دقة الصورة كاملة وما تغير بيها اي شي. بعد بالامكان اضافة تأثيرات، هذه الشغلات انتم تعرفوها. اضافة تأثيرات، اضافة نص، من هذه الأداة تضيف نص، اي نص انت حابب تكتب
ناس، تأثيرات، حقوق، أي شي تحب تضيفه على صورة. بس حبيت أنا أوضح لكم بالشرح شلون عملية الدمج والقص اللي أنا أشتغل بيها. كل ما احتاجيته هو هذا اللي سويته قدامكم بالشرح. أتمنى إن الشرح نال إعجابكم. إذا أعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك.